معدتك لما بتكون جعانة ما بتقولش أنا عاوزة أكل بشاميل ولا حتى تاكل محشي. جربي كده لما تحسي إنك جعانة تشربي كوباية مية واستني 5 دقايق وابدأي أكلك أكل صحي، سلطة، فاكهة، تونة، شريحة جبنة، قطعة توست، أيا كان بطريقة صحية. هتحسي بالشبع على طول. خلي عندك هدف وإرادة وحبي نفسك لنفسك. لو اول مره تتابعيني او تشوفي القناه، انا سما الشربيني، بعمل اكلات صحيه، بتكلم عن التخسيس والرياضه، بتكلم عن اهداف المراه، بعمل فلوجز لايومياتي، بحاول اي اكله دسمه لاكله صحيه. لو القناه عجبتك اتمنى ان انت تعملي لي اشتراك ولايك، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان الحلقات ما تفوتكوش. ها يا حلوين، وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم التونه الاقتصاديه في البيت. طبعا سعرها بقى فظيع فوق الفظيع كمان. جربي كده تجيبي سمك التونه وتعمليه بطريقه بتاعتي او بايا كان. انا هنا جبت السمك التونه ونضفته حلو وقطعته شرايح بسيطه بس مش للاخر. حطيتها في حلة على النار بشريحة بصل وثوم، لو عندك فلفل حطي، وحطيت شوية مية وغطيت عليها لغاية ما استوت. طلعته ونضفتها بطريقة حلوة، في ناس بتحب القشر وفي ناس مش بتحبها. وحطيت كل المكونات اللي ظاهرة قدامك. إيه، طبعا انا استخدمت هنا خل تفاح علشان يزود شوية من الحرق، زائد ان سمك التونة اساسا كله بروتين ومفيد جدا. سيبيها في التلاجة حوالي من 3 ل4 ايام وابدأي كليها. في ناس بتبدأ تاكلها على طول، بس سيبيها تتخمر وتشرب المية اللي فيها خل وليمون وملح ومية مفلترة والزيت الزيتون. ويا رب التونة تعجبكم. كل واحد ليه طريقته، دي طريقتي. هستنى تعليقاتكم واتمنى ان انتوا تعملوا شير ليا وللقناة. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.